اسم ومعنى. الاسم الجميل من حقوق الطفل. يقول أستاذ الفقه والدراسات الإسلامية الدكتور منذر زيتون: إن الاسم الجميل الدال على معنى فريد أو جميل أو محبوب حق من حقوق الطفل في الإسلام. وقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بحسن اختيار أسماء الأبناء بقوله: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. لهذا من الواجب على الآباء قبل تسمية أبنائهم أن يقوموا بالبحث عن معنى الاسم، وذلك لتجنب الشبهات التي قد يقعون فيها، فهناك بعض الأسماء غير مسموح بها في الدين الإسلامي. في هذا الفيديو اخترنا لكم مجموعة أسماء أولاد مع شرح لمعانيه. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. كنان يعني الغطاء أو الوقاية أو الستر. بشار اسم عربي بمعنى صاحب البشرى. فهد اشتهر تداول الاسم في أرض الحجاز، وهو اسم أحد الحيوانات المفترسة. سهيل هو أحد النجوم التي تعتبر بشرى للعرب بانتهاء الحر وظهور الفاكهة. سامر المعروف عنه الحديث والتسامر والحكي. باسل بمعنى الشجاع الجريء. مروان اسم عربي منسوب إلى المرو وهو الحجر الصلب. باهي هو الشخص الظريف الحسن وهو اسم عربي الأصل. بدر يطلق على القمر المكتمل المضيء وهو من الأسماء العربية الأصيلة. ملهم هو اسم عربي مستوحى من الإلهام الذي يعني الكثير الخير أو الكثير العطاء. راجح اسم عربي الأصل وهو الفاعل من الفعل رجح والذي يعني رزين العقل. يامن اسم عربي الأصل معناه الشخص المبارك أو الشخص القوي الذي يعمل بيده اليمنى. رسلان اسم تركي الأصل معناه الشجاع وهو مشتق من أرسلان. تيم اسم عربي الأصل معناه الحب أو الشخص المعطاء. وسيم اسم عربي مأخوذ من الوسامة معناه الحسن الوجه. مآب اسم عربي الأصل معناه سلامة الرجوع، وقد ذكر في القرآن الكريم في الآية 29 من سورة الرعد. بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. منذر اسم عربي الأصل معناه المرشد للحق. مسلم اسم عربي الأصل معناه السالم من الأخطاء. تمام أو تمام اسم من أسماء الصحابة وهو تمام بن عباس، والذي يعني الشخص الذي يتصف بالكمال، وهو صيغة اسم فاعل من الفعل تمم. حسام اسم عربي الأصل يدل على القوة والرقة في نفس الوقت، معناه السيف القاطع. صالح اسم أحد أنبياء الله عليه السلام، والذي يعني الصالح المستقيم الذي يؤدي واجبه تجاه نفسه وقومه. رائد اسم عربي الأصل يدل على الارتفاع والعلو، وهو صيغة اسم الفاعل من الفعل راد، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرائد
لا يكذب أهله. سفيان اسم عربي الأصل، معناه المسرع في خطوته. آدم ويعني الذي خلق من الأرض. دالي تطلق على الشخص الذي يعامل الآخرين برفق. فادي ويعني الشخص الذي يفدي الآخرين. أسامة اسم عربي الأصل، ويعتبر من الأسماء الأسد. داود اسم نبي الله داود عليه السلام، وأصله عبري ويعني الحبيب. زين معناه الجميل والحسن، أو الشخص الذي يحمل ملامح الجمال. موسى اسم نبي الله عليه السلام، وله أصل في العبرية بمعنى المنقذ. سالم وهو الناجي من المخاطر والآمن.